من هي الزوجة النادرة؟ هي التي دخلت حياة زوجها وقد بطنت نية أن تجعل حياتها جنة، واعتبرت زواجها هذا هو مشروع حياتها. سمعت الحكيمة تقول: كوني له أرضا يكن لك سماء، فلذلك اشتغلت بكل جوارحها من أجل بيتها، فكان همها الأول ربها، وهمها الثاني زوجها، وهمها الثالث أهلها. جاء إليهن بعض الحاسدات والإمعات والفاشلات: لا تكوني خفيفة، لا تكوني عبدة، لا تكوني تسقط مهابتك، الرجال لا أما غير ذلك من النصح الذي لا قيمة له. تركتهن وذهبت إلى اللاتي بنين بيوتهن بالحب، فسمعت لهن، فتعلمت كيف تجعل زوجها لا يرى إلا جميلا، لا يشم إلا طيبا، بطنه لا يبات طاويا. تعلمت كيف تجعل قليله كثير، تعلمت كيف تصنع الابتسامة في أقل ترفيه، تعلمت كيف تحصي أو تحمي بيتها من كل خوان خداع، فجعلت زوجها هو حامي الديار من خارجها، وهي حامية الديار من داخلها.